المغرب من جهة، الجزائر من جهة. مباراة نارية أعتبرها شخصيا مباراة العمر. 12 لاعبا الذي شارك في كان 2019 يشارك في هذه الكان. إن لم يكن الإنجاز جزائري فأكيد أتمناه من أعماق القلب أن يكون. السلام عليكم. 5 منتخبات عربية مشاركة في الكأس الإفريقية 2024 بكوت ديفوار، والصراع سيكون محتدم بين الجزائر وموريتانيا في المجموعة الرابعة. بالحديث حول حظوظ المنتخبين العربيين نجد أن المنتخب الموريتاني إلى حد بعيد حظوظه معقدة نسبيا، خاصة أنه يشارك للمرة الثالثة تواليا في تاريخ المسابقة. تصوروا معي عزيزي المشاهد، ثالث مرة فقط في تاريخ المسابقة. أول مرة شارك في 2019 بمصر، ثاني مرة 2021 بالكاميرون، والمرة الثالثة تواليا كما نقول بالكوت ديفوار. هدف واحد فقط في البطولة وكان من طرف العيد حسن سنة 2019 بمصر. هو يطمح إلى مسابقة مشرفة. حسب رأيي الشخصي أجد أن المنتخب الموريتاني ربما سيتأهل في المرتبة الثالثة كأفضل 4 منتخبات تحصلت على المرتبة الثالثة. بالعودة إلى تاريخ المشاركات المنتخب الموريتاني، قلنا الذي شارك 3 مرات. المفارقات العجيبة مع المنتخب الوطني الجزائري الذي يطمح إلى التتويج الثالث إفريقيا بعد تتويج الجزائر 1990 وتتويج تاريخي بالمصر الشقيق سنة 2019. المنتخب الجزائري نجد حظوظه جد وفيرة، خاصة في حصوله على مراتب متقدمة، ولما لا إن شاء الله التتويج لبلد الغالي بالتاج الإفريقي العريق. حظوظ منتخبنا الوطني الجزائري وفيرة جدا في هذا الكان، وهذا لعدة اعتبارات أو 5 نقاط أساسية. أول نقطة أن المنتخب تربص الطوغو كان ناجح بامتياز. النقطة الثانية واللي هي تجريب كل اللاعبين في هذه في لقائي بوراندي وحتى الطوغو. النقطة الثالثة واللي هي مهمة جدا أنه انتعاش وعودة الروح إلى هجوم المنتخب الجزائري بتسجيله 7 أهداف خلال مباراتين فقط. النقطة الرابعة والمهمة واللي هي لا يوجد أي تجاوزات أو تصادمات داخل المنتخب، بمعنى هنالك جو أخوي، جو تعاوني، جو يملؤه العزيمة والإصرار على تقديم الأفضل إن شاء الله لبلدنا العزيز، بلد 1.5 مليون شهيد. الخامسة واللي أعتبرها مهمة جدا وهي في التربص الأخير، تعود المنتخب الوطني الجزائري على الأجواء المناخية الإفريقية. هنا أتحدث حول الحرارة وبدرجة أكبر الرطوبة، وهذا ما برمجه في اللقاء الثاني أمام مباراة الناخب الوطني جمال بالماضي من خلال تلقي المنتخب المباراة على الساعة 3 مساء بتوقيت غرينتش، تقريبا نفس توقيت مباراة بوركينا فاسو، أبرز المرشحين أو المنافسين على بطاقته التأهل للدور السادس عشر من كان ساحل العاج 2024. الشيء الإيجابي في المنتخب الجزائري أنه تصوروا معي 12 لاعبا الذي شارك في كان 2019 يشارك في هذه الكان، بمعنى رعنا الخبرة. لدينا أيضا ما يسمى بالانسجام والتتويج باللقب القاري. إذا ما أردنا الحديث حول المنتخب الوطني الجزائري فقلنا في هذه المجموعة سيواجه رفقة موريتانيا كل من أنغولا وبوركينا فاسو. حسب رأيي الشخصي كما قلنا المنتخب الجزائري سيتأهل في المرتبة الأولى رفقة منتخب بوركينا فاسو أيضا الذي يمر بفترة حسنة على مستوى النتائج. أما المنتخب الموريتاني كعربي شقيق أتمنى من أعماق القلب أن يقدم دورة مشرفة في هذا الكان، ولما لا إنجاز تاريخي نحو حصوله أو تقدم في مراتب متقدمة إن شاء الله. بعد الحديث حول المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني الشقيق، الآن نأتي إلى أحسن أو أفضل المنتخبات على صعيد المسابقة. المنتخب المصري الشقيق الذي سيصطدم في المجموعة الثانية مع المنتخب الموزمبيقي في الجولة الأولى، ثم في واحدة من أجمل مباريات الدور الأول إن شاء الله مع منتخب غانا، بالإضافة إلى الجولة الثالثة ستكون أمام كاب فيردي. الشيء الجميل للمنتخب المصري أنه سيلعب كل مبارياته في الدور الأول مساء، بمعنى المباراة الأولى أمام موزمبيق ستكون على الساعة 7 مساء، والمباراة الثانية والثالثة على الساعة 10 بتوقيت غرينتش مساء أيضا. هذا الشيء يعتبر إضافة للمنتخب المصري الذي يملك في جعبته الكثير من النجوم على غرار محمد صلاح، بالإضافة إلى الطاقم الفني المستقر في الفترة الأخيرة. نتمنى إن شاء الله التتويج لما لا إن لم يكن جزائريا بطبيعة الحال إلى أحد المنتخبات العربية. المهم المختصر المفيد، هنالك دول كثيرة مرشحة على غرار البلد المنظم كوت ديفوار أو السنغال المرشح الأقوى والأبرز، ناهيك عن المنتخب المغربي الشقيق الذي قدم واحدة من أجمل مبارياته التاريخية في كأس العالم الأخيرة، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري والمصري. قلت وأعيد، إن لم يكن تتويج
جزائري لبلدي، أتمنى من أعمق القلب أن يكون لأحد المنتخبات العربية، سواء كانت المغرب أو مصر أو تونس أو حتى البلد أو المنتخب الموريتاني. بالمناسبة، بالحديث حول المنتخب المصري، يعتبر تاريخيا أفضل انتصاراته حوالي 60 انتصار، يعتبر أفضل انتصارات عربية في كأس إفريقيا. يليه المنتخب الوطني الجزائري ب 28 انتصار، والمنتخب المغربي الشقيق ب 27 انتصار، ثم المنتخب التونسي ب 25 انتصار، وكل من المنتخب السوداني والمنتخب الليبي بثلاث انتصارات، في المقابل المنتخب الموريتاني ولا انتصار. أتمنى إن شاء الله أن يقدم بطولة مشرفة له البلد موريتاني ولنا كعرب أجمعين إن شاء الله. والمنتخب التونسي سيواجه كل من ناميبيا، ثم يصطدم مع منتخب مالي وجنوب إفريقيا. حسب رأيي الشخصي، نسور قرطاج مهمتها ستكون مفخخة نوعا ما، ولكن قادرين عليها يا الولاد، قادرين عليها، وإن شاء الله التأهل يكون من طرف منتخبنا العربي التونسي. قلنا باللي المنتخب التونسي ربما في المجموعة الخامسة سيكون نوعا ما التأهل رفقة إما مالي في المرتبة الثانية أو جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية. المهم المنتخبات الثلاثة كلها مرشحة للتأهل، سواء كان المرتبة الأولى والثانية، وأحدهما سيكون في أفضل 4 منتخبات التي تحصلت على المرتبة الثالثة. وفي المجموعة السادسة أسود الأطلس ستكون في مهمة إلى حد بعيد نسبيا سهلة مقارنة بالأداء المتميز الذي يقدمه إخوتنا المغاربة، بحيث سيواجهون في المجموعة السادسة كما ذكرنا كل من كونغو الديمقراطية، تنزانيا وزامبيا. حظوظ المنتخب المغربي جد وفيرة في هذه المجموعة. هذا راجع إلى أن المنتخبات الثلاث المتبقية مستواها متذبذب إن لم نقل أقل من المتوسط. حسب رأيي الشخصي في هذه المجموعة، المنتخب المغربي سيتأهل في المرتبة الأولى، وعلى ما أظن بالعلامة الكاملة لما لا إن شاء الله، ثم يرافقه كل من كونغو الديمقراطية وزامبيا ستبحث عن أفضل مرتبة ثالثة في المنتخبات الأربعة التي ستتأهل. الآن بالحديث حول المنتخبات العربية لحد الساعة، هنالك 4 منتخبات المشاركة في هذه الدورة تحصلت على اللقب القاري. المنتخبات العربية الفائزة بكأس إفريقيا منذ بدايتها عام 1957 وإلى غاية نسخة 2021، والبداية مع أنجح المنتخبات على صعيد المسابقة، المنتخب المصري. صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات برصيد 7 ألقاب، 4 منها على الأراضي العربية، 1 كانت بالسودان و3 بالأراضي المصرية. يليه المنتخب الجزائري بلقبين، وكان كلا اللقبين على الأراضي العربية، 1 سنة 1990 بالجزائر، والثانية كانت عام 2019 بمصر. ثم يليها المنتخب السوداني بلقب وحيد، وكان عام 1970، وكانت هي البلد المستضيف للبطولة. فيما فاز المنتخب المغربي بلقبه القاري الوحيد عام 1976 بإثيوبيا. فيما فاز المنتخب التونسي عام 2004 بالنجمة الإفريقية الوحيدة، وكان البلد المستضيف للبطولة. المحصلة 12 لقبا عربيا من أصل 33 لقبا قاري. 5 دول عربية تحصلت على اللقب من أصل 11 دولة عربية في إفريقيا. كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، هل سيكون البطل منتخب عربي أم أن للأدغال الإفريقية رأي آخر؟ بالحديث حول حظوظ المنتخب الوطني الجزائري، أتمنى من أعماق القلب أن يتوج بالنجمة الثالثة إفريقيا. أعزائي المشاهدين، حسب رأيكم الشخصي شاركونا أسفل التعليقات وحظوظ المنتخب الوطني الجزائري في هذه الكان، كما قلنا باللي الذي يعتبر من أبرز المرشحين. معلومة على السريع،
طريق المنتخبات الأفريقية بصفة عامة، سواء كانت عربية أو بقية المنتخبات الأفريقية، ستصطدم بمواجهات نارية في هذه البطولة، بعضها في الأدوار الأولى على غرار مباراة مصر وغانا، بالإضافة إلى بعض المباريات الأخرى، ولكن هنا أتحدث حول المنتخبات العربية. تصوروا معي، ربما سنشهد مباراة العمر في الدور النصف النهائي. في أحد الحالات ممكن جدا تلاقي المنتخب الوطني الجزائري مع المنتخب المغربي، واللي أعتبرها شخصيا مباراة العمر لنا كشعب جزائري. من خلال هذه الاحتمالات إن حدثت أو قبل أن تحدث، رجاء شاركونا بتعليقاتكم حول مصير هذه المباراة، من سيفوز بهذه المباراة، كيف ستكون ردود الشعبين من خلال هذه المباراة، خاصة أنه في الفترة الأخيرة هنالك نوع من الحساسية الكروية والرياضية ما بين الأشقاء المنافسين في عالم كرة القدم. ولكن كما ذكرنا دائما يبقى دمنا واحد وأمتنا واحدة، هي أمة لا إله إلا الله، ودمنا واحد، دم عربي مسلم لا يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن كرويا ستكون حرب ضروس بأتمنى الكلمة. تصوروا معي، المغرب من جهة، الجزائر من جهة، مباراة نارية أعتبرها شخصيا مباراة العمر. فكما ذكرنا شاركونا أسفل التعليقات بآرائكم حول هذه المباراة، ومن المنتخب الذي سيفوز أو كيف ستكون هذه المباراة. إن شاء الله متابعتكم لنا، اشتراككم في القناة دعما لنا وتحفيزا على تقديم المزيد. نحن هنا نرتقي بكم، نتطور رفقتكم، شاركونا بآرائكم، شاركونا بإبداعاتكم، لما لا إن شاء الله نتطور بكم ونتقدم نحو الأحسن، حتى يكون لنا إضافة في المجتمع وفي الأمة، إن لم يكن في مجالات أخرى على الأقل في المجال الرياضي.